السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده للناس اللي عندها حساسية من حلاقة الموس وعايزين ماكينة حلاقة بدرجة الزيرو، وكمان تقدر تحدد بيها السوالف وتخفي بيها الجناب. يعني بمعنى أصح لو أنت طالب أو موظف أو حتى في الجيش فالفيديو دوت ليك. عايز حاجة تنجز معاك كده الصبح قبل ميعاد شغلك أو كليتك، يبقى الماكينة دي الحل. الفي جي ار 071 أفضل ماكينة حلاقة نزلت السوق. هنفتح مع بعض العلبة دلوقتي زي ما احنا شايفين. ادي شكل العلبه بتيجي في كيس كده. حاجة محترمة جدا، يعني حاجة خفيفة جدا وحاجة تقيلة وفي نفس الوقت حجمها بسيط وتصميم أنيق. هنيجي نبص هنا لمشتملات الماكينة. ادي دوت شاحن يو اس بي تايب سي، وصلة الشاحن بتاعتها بتتشحن بأي راس شاحن. وادي هنا المشاط بتاعتها، ديت المشاط وده الزيت بتاعها. ديت المشاط اهي، 3 مشاط. دي اللي هي الايه، عشان خاطر تنظف فرشة التنظيف. وادي الماكينة بقى نشوف فيها. الماكينة ديت الميزة فيها ان هي تربو، الموتور بتاعها تربو، يعني سرعتين. اول سرعة طبعا دي اول سرعة اهي. الماكينة ممتازة شكل واداء. وتاني سرعة هي تزود شوية كده كمان ضغطة تدي السرعة الأعلى، الزرار الأخضر تفصل من هنا كده. طبعا ديت حاجة محترمة جدا. وهنا طبعا ختم الفي جي ار. خد بالك ديت علامة الفي جي ار، هي علامة العلامة الأصلية بتاعتها. وحاجة محترمة جدا يعني. لو انت طالب او موظف او حتى في الجيش وعايز حاجه تنجز معاك كده الصبح قبل ميعاد شغلك، يبقى الماكينه دي الحل. الفي جي ار 071. الماكينه ديت يعني غنيه عن التعريف. طبعا هي انتشر في الفتره الاخيره منها اللي هي الشعب التقليد، لكن الاصليه معروفه. الختم الفي جي ار موجود عليها حفر اهوت باين خالص اهو قدامكم. يعني حاجه برضو يعني ايه، ديت لازم تتاكد منها. تصميمها انيق. الشحن بتاعها تايب سي، وصلة شحن كبيرة تشحن بيها. الماكينة طبعا بتيجي بموتور تيربو، اللي هو السرعات، وديت مش متوفرة في كل الماكينات الحلاقة. أول درجة هي زي ما احنا شايفين بتدي الدور الأحمر. تاني درجة بتزيد شوية اللي هي الأعلى حاجة، ديت بقى تحلق بيها أي حاجة. وهنجربها على الطبيعة طبعا قدامكم ونشوف. زي ما احنا شايفين على الطبيعة اهو. كمان تقدر تحدد بيها السالك هنا. دي النتيجة النهائية هي والله بحلاقة الماكينة. حاجة يعني أقرب للزيرو ما شاء الله. حاجة مش محتاجة إن أنت بقى موس ولا أي حاجة تانية. طبعا بس أنا كنت غيرت بقى عشان خاطر وكملت بقى الدقن بعيدا عن التجربة. فزي ما انتم شايفين حاجة محترمة جدا والله.